السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم نزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة جايلكم فيديو جديد وريفيو كده عن الهاند بلندر او المضرب اليدوي من ماركة فريش. اول حاجة مكتوب عليه هنا 600 واط. طبعا كل ما بتزيد 600 واط 800 واط يبقى السرعة تزيد طبعا. زي ما انتم شايفين مزود بسرعتين، والكهرباء بتاعته 220 ل 240 فولت، وسهل التنظيف، وسكينة من الستانلس، وطبعا معاه ضمان سنتين. طبعا لو انت حابة يعيش معاكي اكتر من سنتين يبقى هنحافظ على الحاجة. طبعا احنا اللي بايدينا ان احنا نحافظ على الحاجة، او احنا اللي نخليها تبوظ، الا اذا بقى باظت لسبب ما غير ان احنا بنحافظ عليها. زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو احنا عاملين كل اللي علينا نحافظ على الجهاز، نحافظ عليه من المية، نحافظ عليه ان هو ما يجيش عليه مية وهو شغال، نحافظ عليه كده ان هو ما نسيبوش يصدي. زي ما انتم شايفين ادي فتحنا الجهاز، هو قطعة واحدة، والفيشة بتاعته الحمد لله كده ثنائية مش ثلاثية. طبعا الثلاثية بتحتاج مشترك، هنا اول سرعة وهنا دول السرعتين. طبعا كل زرار مكتوب عليه عدد السرعات، وادي السكينة بتاعته، هي عبارة عن شفرتين كده، ناحية يمين وناحية شمال. طبعا كل ما تزيد عدد الواطات كل ما هتزيد معاكي عدد السرعة بتاعته، وهينجز معاكي طبعا. وهيبقى السكينة بتاعته 3 شفرات أو 4 شفرات حسب عدد الواطات. في طبعا 400 واط، وفي 800 واط، وفي 600 واط، في 1000 و1200. هنا أنا كنت بوريلكم هو بيتفك يمين كده، يتفك قصدي يتفك شمال ويركب ناحية اليمين، هتلفيه كده ويديكي التكة، يبقى هو كده ركب معاك. اهم حاجة تسمعي التكة عشان تعرفي ان هو كده ركب وتعشق مكانه المظبوط، عشان ما يتحرقش معاكي. طبعا لو احنا مش مركبينه كويس وشغلنا الكهرباء ممكن يتحرق معاكي. زي ما انتم شايفين انا كنت لسه كده هجربه معاكم، حبيت اعمل لكم ريفيو ونشوف اذا كان هو كويس ولا لا، واذا كان هي السرعة بتاعته كفيلة ان هي تعمل لنا اللي احنا محتاجينه ولا لأ. طبعًا زي ما انتم شايفين دي قطعة stainless هتستحمل درجة الحرارة، فعشان كده أنا باحب إن أنا أشتري الstainless ما اشتريش البلاستيك. طبعًا في بلاستيك السعر أقل، الstainless هتختاري الstainless لإن أنتِ شايفة أنا باحب أعمل حبة صلصة كده، باحطها في حبة مَيّة واسيبهم يتسلقوا بحيث إن هُم يتضربوا بمنتهى السهولة. وطبعًا هي سخنة وهي باردة هتنزلي بالstainless، مش هتحتاجي إن هي تستني لما تبرد. أما البلاستيك لما تحطيه كده في الحاجة السخنة مع الوقت بيبوظ، وممكن البلاستيك بتاعه يبدأ يتكسر معاكي، مش هيعيش فترة طويلة. فانت طبعا لو انت قدامك خيارين ان انت تشتري البلاستيك او تشتري الستانلس، فاشتري الستانلس. طبعا هينفعك في الحاجات السخنة، الحاجات الباردة، حبة عصاير، حبة عدس كده، حبة تعمليهم مش حابة تضربيهم في الخلاط هتضربيهم في الحلة مكانهم، حبة بصارة، كل ده تنفع معاهم الهاند بلندر. وطبعا انا جايباها الشيء الاساسي بالنسبة لي الصلصة. انا بتعب جدا في الصلصة لاني بحب افرز الصلصة وقت ما احتاجها اطلعها من الفريزر. فانا زي ما انتم شايفين كده جبته مخصوص للصلصة. زي ما انتم شايفين ادي الصلصة بتاعتنا. هو بياخد معاكي وقت، مش هنقول ان هو مش بياخد معاكي وقت لان هو 600 واط، فتحتاجي تدوسي وتعملي ستوب، تدوسي وتعملي ستوب، مش هندوس على الزرار فترة طويلة طبعا عشان ما يتحرقش معاكي. وطبعا زي ما انتم شايفين ادينا النتيجة المطلوبة، بس بياخد وقت الصراحة، بس على قد فلوسه وعلى قد سعر على قد عدد الواطات بتاعته. زي ما انتم شايفين هحط حبة زيت وحبة ملح وحبة سكر عشان نعملهم مادة حافظة، ونحطهم كده على النار يتسبكوا لحد ما حجمهم يقل شوية، ونحطهم في اكياس او علب بلاستيك، واشيلهم كده وقت ما احتاجهم اطلعهم. يبقى انا كده ما تعبتش ولا حطيت في الخلاط وتعبت نفسي واغسل خلاط واغسل حاجات. الهاند بلندر سهل الفك وسهل الغسل. طبعا الستانلس مش بياخد معاكي اي وقت في التنظيف، وبيبقى سريع التنظيف. يا دوب انا مكملتش حاجة والصلصة بتاعتي خلصت، وهحطها على البوتاجاز تتسبك كده بمنتهى السهولة، مش هياخد معاكي وقت. يبقى اهم حاجة ان انت تختاري الستانلس. طبعا في ال 400 واط ده سرعته اقل، ال 800 واط اكتر طبعا، وبيبقى فيه معاه كبة، وفيه بيبقى معاه مضرب بيض، وفيه بيبقى معاه خلاط حسب اللي انت عايزاه وحسب مقدرتك وحسب الحاجة اللي ناقصاكي في البيت. انا كان ناقصني الصراحة الهاند بلندر وكان نفسي فيه جدا
ان انا اشتريه عشان الصلصة. فزي ما انتم شايفين هنحط كده الحلة بتاعتنا على جنب ونشوف ازاي هننضف المضرب بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهم حاجة ان انت توقفيه كده. طبعا اللي بيبقى معاه كبة بيقف جوه الكبة بتاعته، هنا معهوش اي كبة، بس انت هتفكي القطعة اللي من تحت زي ما اتعلمنا كده، وحبة مية وحبة بريل، وهتغسليهم وبعدين تشطفيه. واهم حاجة بعد ما تغسليه توقفيه الوقفة اللي احنا عاملينها دي، سواء راكب في الجهاز او مش راكب في الجهاز طبعا، بس احنا هنغسله وهو مش في الجهاز. يعني هتفكيه وتغسليه وتوقفيه كده يتصفى من المية، لان احنا لو سيبنا جواه حبة مية السكينة بتاعتك ممكن تصدي. وطبعا ان هو يضرب لك مع الوقت صدى صدى صدى، مش هيبدأ السكينة تلف بالسرعة المطلوبة اللي احنا جايبينها عشانها. فزي ما اتفقنا انت تختاري الحاجة المناسبة ليكي على حسب السرعات، على حسب الحاجة اللي هتستخدميها. هنا العلبة كان مكتوب عليها ممنوع ان احنا نستخدم التلج، يعني ما ينفعش نضرب نكسر بيه التلج او نضرب بيه التلج او حاجة متلجة يعني كده جامدة على بعض. لو طلعت طماطم حبة من الفريزر وحبة تضربيها ما ينفعش، السلاح بتاعك ممكن يتكسر. في ناس بتعمل فلفل اسود تعمله كأنه مطحنة، لا كل حاجة ليها حاجتها. ده يحولك الحاجة الطرية كده كأنها فاكهة أو طماطم لصلصة أو لعصاير. فزي ما انتم شايفين انا هنا فكيته وبوريلكم اهم حاجة ان انت تصفيه وما تجيبيش مية في الجهاز من فوق من القطعة اللي من فوق. فاهم حاجة يا دوب تغسلي القطعة الستانلس. وانا هنا هكمل الصلصة بتاعتنا وبعدين نغسل ان شاء الله القطعة الستانلس ونصفيها ونحافظ على الحاجة. وده كان فيديو النهاردة وريفيو النهاردة. لو عجبك اديني كده اشتراك ولايك، خدي فكرة واطبخي بكرة، ومع الف سلامة.